اهلا بيكم. اقول لكم على طريقه تخلي المشاكل اللي بين الزوجين وماليه المحاكم تخف ويمكن تنتهي. تعالوا اقول لكم على سر قايمه الشروط الخاصه في قسيمه الزواج. ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها انه قسيمه الجواز الجديده من 2001 بقى فيها قايمه كده اسمها قايمه او بند الشروط الخاصه، اللي بيتيح للزوجين ان هم يحطوا كل الشروط اللي بترتب العلاقة الزوجية بينهم، او حتى لا قدر الله في حالة حدوث مشاكل في القايمة دي، وبناء عليه بيبقى لو حصل اي مشاكل مترتبة ومتنظمة لوحدها ومش محتاجة لجوء للمحاكم. طب ايه هي الشروط اللي ينفع تتحط في القايمة؟ كل الشروط اللي ما بتحللش حرام وما بتحرمش حلال ينفع انها تتحط في القايمه. ينفع يتحط ان الزوج ينص على ان مراته تشتغل ولا لا، ينفع يتحط ان الزوجه تشترط على جوزها انه في حاله زواجه من اخرى بيتم تطليقها فورا واخدها كافه حقوقها، ينفع يتنص على انه قايمه المنقولات في حاله حدوث خلاف ان شاء الله او لا قدر الله يبقى ازاي بين الزوجين القايمه للزوجه ولا كل واحد هياخد حاجته اللي جابها زي ما هم يتفقوا مع بعض. ينفع يتفق في حالة وجود صغار وحالة حدوث خلافات ايه هي المصاريف بتاعت الصغار وازاي الاب هيتكفل بيها وتنظيم الحضانة والرؤية وكل الكلام ده. كل الكلام ده لو عملناه من خلال قايمة الشروط الخاصة في قسيمة الزواج هيخلينا ما نلجأش للمحكمة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.